السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتحدثوا على مباراة البطولة الوطنية اللي جمعت أولمبيك اسفي ضد فريق الجيش الملكي. صراحة فريق أولمبيك اسفي كيقدم كرة كبيرة، كرة جميلة صراحة، ما يستحقش هاد سلم الترتيب. صراحة كان سميتو ديك الأحداث اللي وقعات، كان لولا الحظ لرأيت آسفي تتوج بلقب الCAF. صراحةً نقطة ثمينة من قلب الرباط. المهم مبروك التعادل هذا للفريقين بجوجهم، ونتمناو للفرق المغربية، نتمناو خصوصًا فريق الجيش الملكي نتمناو ليه الفوز ضد سان داونز. شوف الحسرة، شوف هذا المشهد الذي يعبر لكم، يقول له مجهود كبير قمت به، كنت أتمنى ولو الكرة تلمس، ولو الكرة تمس أي لاعب لكانت واخدة مسار آخر. الفحل يحاول أنه يلحق بها في القائمة الثانية، كانت أسرع منه، لعب بشكل ممتاز رضا سليم. هذه واحدة من أجمل فرص هذه المباراة، من أهم فرص هذه المواجهة بين الجيش الملكي وأولمبيك اسفي. كرة يونس عبد الحميد تتحول لرزقه، تعود من جديد لأولمبيك اسفي. الثواني الأخيرة، الثواني الأخيرة قبل صفرة النهاية، الثواني الأخيرة قبل صافرة الختم، الثواني الأخيرة قبل إنهاء الحكم لمباراة من أهم مباريات هذه الجولة من جولة البطولة الوطنية. ثاني تعادل يسجل اليوم بعد دفاع الحسنية. الجيش الملكي لوسيس 1-1، والكرة لازالت ملعوبة. رضا سليم للعميد ربيع حرمات، والحكم يعلن عن صافرة النهاية، إنهاء المباراة بالتعادل هدف لهدف بين الجيش الملكي وأولمبيك اسفي. نتمنى لهم التوفيق معا في قادم المباريات. أنا سفيان رشيد يحييكم على أمل أن ألقاكم في موعد رياضية مقبلة. تقبلوا مني أطيب التحية.